يلا بينا نروح على المبدأ الثالث من ال 7 principles. بيقول لك ان الاكسوستيف، لا معلش، بيقول لك ان الايرلي تيستنج saves time and money. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل ما نبدأ التستنج بدري كل ما بتوفر وقت وكل ما بتوفر فلوس اكتر. خليني اشرح المبدأ ده يعني بدماغي الاول، وبعدين نقرا بقى اللي هو كاتبه هنا ده. بيقول لك early testing save time and money. زي ما ترجمناها حرفيا ان فعلا التستنج بدري، كل ما بتست بدري كل ما بتوفر وقت وفلوس اكتر. طب ازاي؟ فكرة ببساطة انك كل ما بكتشف بج بدري، وخصوصا في مرحلة مثلا requirement او في مرحلة الديزاين، ده بيكون النتيجة بتاعته انك بتصلحها اسهل وارخص. اسهل وارخص بكتير جدا عن انك لما تكتشفها في مرحلة متأخرة زي مثلا بعد الكودينج او كده، او بعد ما انت تخلص خالص وتعمل ريليز. الكلام ده هيكلفك اكتر بكتير جدا. تمام. مثال على كده، مثلا لو انا في مثلا اي غلطة او اي ايشو حصل في مرحلة الريكويرمنتس. تمام. العميل مثلا عايز حاجة معينة وانت مثلا فهمتها غلط. اكتشافك للغلطة دي في اول اسبوع من المشروع هيخليك تصحح الكلام ده بسرعة، ممكن بالورقة والقلم. شوف التكلفة هنا يعني يعتبر زيرو. لكن لو انت اكتشفت نفس الغلطة دي بعد ما الديفلوبر مثلا خلص والديزاينر خلص، تمام، والمشروع يعني قرب يتسلم، ساعتها هتضطر تعدل الكود وتعدل الديزاين وتعيد التستنج، وده ممكن يأثر على حاجات تانية كتير جدا ويكلفك وقت كتير جدا وفلوس كتيرة جدا. عشان كده بنركز في التستنج علينا نشارك بدري مع الديزاين تيم ومع الديفلوبمنت تيم ومع الناس دي كلها، ونراجع على قد ما نقدر ريكويرمنتس بدري، ونحاول نشوف الاخطاء بتاعتنا بدري بدري. مش نستنى مثلا لحد مرحلة الكود او لما يخلص الشغل بتاعنا وبعدين نروح نعمل تيست. لا، احنا بنحاول نتست ايرلي يعني بقدر الامكان. تمام. طيب ده شرحي للجزئية دي. تعال نقرا بقى اللي هو كاتبه كده. يعني لا قلت لك ده الزتونة بتاعتها من الاخر يعني. بيقول لك ال defects that are removed early in the process will not cause subsequent defects in derived work product. يعني هو بيقول لك الديفكتات اللي هتكتشفها بدري وتمسحها او تشيلها يعني بدري بدري مش هتعمل لك زيول او مشاكل بعد كده في الورك برودكت اللي انت شغال عليه. الكوست ماشي اوف كواليتي will be reduced. التكلفة هتقل زي ما قلنا. ماشي since fewer failure will occur later in the SDLC. ومشاكل اقل هتحصل بعدين في ال development life cycle. تمام. To find defects early, both static and dynamic testing should be started as early as possible. والحته دي it's very important ان احنا نشرحها برضو. بيقول لك الستاتيك تيستنج والديناميك تيستنج لازم يتم تطبيقهم لو انت عايز تعمل ايرلي تيستنج. طب الستاتيك عارفين من خلال ايه؟ من خلال الريكويرمنتس. عندي ريكويرمنتس هم عمل لها ريفيو مثلا او كده فطبقت الستاتيك تيستنج. طب الديناميك عشان اعمله لازم يكون عندي حاجه اقدر اعمل لها رن، ادخل انبوت واطلع منه اوتبوت زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى اكتر مرحله بدري اقدر اعمل فيها دايناميك تيستنج على الاقل بعد كتابه الكود. وده كده البرنسبل ده بمنتهى البساطه. بعد كده بيقول لك ديفكتس كلاستر توجذر. خليني برضو اشرح لك الموضوع ده من عندي، بعد كده نقرا اللي هو كاتبه. معناه ايه ديفكتس كلاستر توجذر؟ الخلاصه كده ان البجز بتتجمع في مكان معين من السيستم. حلو. اي سوفت وير في الدنيا مش كل الاجزاء بتاعته، مثلا لو عندها ده سوفت وير ومتقسم مثلا اجزاء كده، مش كل الاجزاء دي فيها نفس عدد البجز. تمام. او نفس نسبة الاخطاء، خلينا نقول كده. دايما بيكون في اجزاء معينة، وليكن مثلا الجزء ده فرضا يعني، دايما بيكون في اجزاء معينة بيكون فيها كميات بجز اكتر. طب ايه السبب؟ والله في شوية اسباب كده. منها ايه؟ منها ان الكود نفسه يكون اصلا في الجزئية دي معقد او اتغير كتير، او ان الكود مثلا اتكتب بسرعه وما عملنالوش مراجعه مثلا، او ان انا ما عملتش تيستنج كافيه للجزئيه دي، او ان الجزئيه دي تهم اليوزر قوي. يعني الجزئيه دي لو تهم اليوزر قوي، زي مثلا لو ويب سايت مثلا بتاع تسوق وكده، فاللي يهمه الجزء بتاع البيمنت،
فدايما يشوف هل الفلوس عملت ريفلكت مظبوط ولا لا، هل لما اتسحب منه هو فلوس اتسحبت بشكل مظبوط ولا ما اتسحبتش، حاجه عليها استخدام بشكل ايه دوري وبشكل كتير. فغالبا الجزئيه دي هيكون فيها ديفكتس اكتر من غيرها. تمام. عشان كده لما بتلاقي جزء في السيستم مثلا بيطلع منه باجز كتير، ركز على الجزء ده كويس، لان غالبا او في باحتمال كبير هتلاقي ان بقيه الباجز او في عيوب تانية هتطلع من نفس المكان. تمام كده. طيب تعالى بقى يعني نقرا اللي هو كاتبه، علشان في بارت تانية ما اتكلمتش عنه موجود في اللي هو مكتوب هنا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك early test، بيقول لك defects cluster together a small number of system components usually contain most of defects. زي ما قلنا هنا وشرحنا ان جزء صغير بيبقى فيه اغلب الديفكتات. حلو. او هو المسؤول عن الموست اوبريشنال فيلير. حلو ماشي يا عم، هو المسؤول عن معظم المشاكل، هذا الجزء المغضوب عليه، ماشي مفيش مشكلة. This phenomenon ماشي، معلش عندي مشكلة في الان is an illustration of Pareto principle. ايه باريتو principle ده؟ مبدأ باريتو ده، في واحد اسمه باريتو جه في فترة من الزمن كده وقال لك يا جماعة بصوا، المجتمع بتاعنا متقسم، الثروة الفلوس اللي فيه متقسمة جزئين. الجزء الأول هو اللي بيمثل 80% من الشعب، تمام، والجزء الثاني واللي هو بيمثل 20% من الشعب، تمام. الثروة 20% من الشعب بيمتلك 80% من الثروة. تمام كده. 20% من الشعب، تمام، بيمتلك 80% من الثروة اللي عند الناس. حلو كده. دي النظرية او الفينومينون او الفينومينون بتاعت ايه؟ بتاعت الحاج باريتو. احنا لقينا بقى بعد كده يعني ان النظرية دي يمكن تطبيقها على حاجات كتير. خد مثال انت في حياتك العادية، انت لو عندك 10 مهام اساسيه في يومك، 10 مهام، تمام، لو انت بصيت فيهم عملت لهم كلاسترنج مظبوط و... ودققت فيهم، هتلاقي ان فيه مهمه او اتنين منهم لو تموا هيفوقوا لك اليوم. يعني مثلا انت عندك مذاكره وعايز المفروض تزور واحد مريض مثلا، وعايز تلعب ماتش كوره، وعايز تتفرج على فيلم معين، وعايز مثلا تنام لك ساعتين وما اعرفش ايه. لو انت خلصت المذاكره مثلا وعملت زياره المريض، فدول اهم حاجتين في العشره، فبقيت يومك مرتاح، ممكن ما اتفرجش على الفيلم عادي او كده، ممكن بدل ما انام 3 ساعات انام ساعه ساعتين ويقضوني ويبقى زي الفل. ف20% من الحاجات، تمام، هم غالبا هم المسؤولين او هم اللي هيفوقوا الباقي ده كله. تمام. كذلك هنا قال لك ان 20% من السيستم غالبا هم اللي بيكون متجمع فيهم 80% من مشاكل السيستم ده، وده مبدأ باريتو. تمام كده. بيقول لك ان احنا المفروض نعمل بريدكشن او تنبؤ للديفكتس اللي بيحصل لها تجمع مع بعضها، و يعني احنا نعمل لهم يعني توقع الاول، ونشوف الاكشوال ديفكتس اللي اتجمعت وطلعت معانا في الاخر. ليه ده مهم؟ علشان ده بيساعدني جدا كانبوت لحاجه اسمها الريسك بيزد تيستنج. ايه هو الريسك بيزد تيستنج؟ الريسك بيزد تيستنج اللي هو انا بشوف مدى الريسك اللي عندي، وعلى اساس الريسك ده، تمام، لو افترضنا ان هو ده الريسك اهو، انا بشوف الريسك اللي عندي، وبيزد اون الريسك بحدد البريوريتي بتاعه التست، هبدأ منين وهروح فين وهتوجه ازاي. فده عكسين الآية، بشوف انا الريسك عامل ازاي في انهي حتة، وعلى اساس الريسك بوجه نفسي ابدأ من هنا، احط دي اولوية او ما احطش دي اولوية. تمام. فالموضوع بتاع البريدكتنج بتاع الديفكتس والديفكتس كلاسترنج ده very important بخصوص موضوع الريسك بيزد تيستنج او الابروتش بتاع الريسك ايه بيزد تيستنج. اتمنى ان انا اكون وضحت الفكره، وما تاخذنيش على الكلمه دي لان انا فعلا مش عارف انطقها. وده كده بمنتهى البساطه يعني. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.